مرحبا، معكم جورج شار. برحب فيكم اليوم متابعي قناة الموسوعة الكروية. رح نحكي اليوم عن مباراة سوريا وقطر والتعادل الثمين لسوريا 1-1 قدام المنتخب القطري. اليوم دخل المنتخب القطري على المباراة وكان داخل دخلة يا قاتل يا مقتول، لأنه عرفان إنه لازم يربح المباراة. أي نتيجة غير الربح بتعقد آماله كتير بالتأهل للدور الثاني. أما مدرب المنتخب السوري خوسي لانا فدخل على المباراة بتكتيك دفاعي بحت ليمتص الفورة القطرية، وفات بتشكيلة غريبة صراحة، وبدل 5 لعيبة يعني من المباراة الماضية. نزل اليوم الحارس أساسي الياس هدايا بعد ما التحق من النرويج، وكمان لعب عبد الرزاق محمد بالظهير اليسار هالمرة، واعتمد على محمد عنز بالارتكاز وبدال سيمون أمين. محمد عنز عنده واجبات دفاعية أكثر يمكن. وكمان لعب أنطونيو يعقوب على الجناح اليمين بدل محمد الصرخدي. أنطونيو يعقوب مع انه مركزه الأساسي مهاجم أو خلف المهاجم، لعب فيه كجناح أيمن. ولعب اليوم محمود مواس أساسي ورا خريبين. والحلاق لعبوا على الجهه اليسار بدال محمود الاسود، يعني محمود الاسود كان يلعب جناح يسار، والحلاق المباراه الماضيه ورا المهاجم، لعب اليوم الحلاق على الجناح اليسار. وبلشت اللعبه بضغط قطري. قطر كان لاعبين تكتيك هجومي بحت من المدرب لوبيتيجي. اليوم المباراه بصراحه كانت صراع بين مدربين اسبانيين كبار، الاول خوسيلانا والثاني هو لوبيتيجي. لوبيتيجي مدرب كتير كبير، درب منتخب اسباني ودرب ريال مدريد اللي ما بيعرفوا. ودخل مباراة بكتير يعني ضغط هجومي، ومع انه ما كان عم بيلعب، يعني مشكلته الوحيدة هجوميا انه ما كان عم بيلعب برأس حربة صريح. لهيك الاستحواذ تبعه على الطابة ما فادوا كتير، يعني ما قدروا يستغلوا الخطرية فرصهم، ما عم يشكلوا فرص خطيرة بالشوط الأول. بالعكس المنتخب السوري مع انه كان فايت تكتيك دفاعي، فرصنا كانت أخطر. يعني عمر خريبين اجته فرصة من تمريرة بينية من محمد عنز، انفرد فيها ورفعها من فوق الحارس. رفع من فوق الحارس واللاعب وسط القطري محمد واعد باخر لحظه بعد عن خط المرمى، كانت هدف محقق. كمان في فرصه لعبد الله الشامي من ركنيه، تابع الكره متابعه غلط، يعني لو لمس الكره لمسه صحيحه كانت جول. يعني لمس الكره لمسه خاطئه وطلعت الطابه برات الملعب. يعني وكمان كان في كذا كره لخريبين، كان بصراحه انم فيها شوي، يعني كان فيه يمررها لانطونيو يعقوب اللي كان اخذ مركز حلو على اليمين، اللي هو اخذ طابه كان انفرد بالمرمى. عمر خريبين يعني كان شوي اناني بالشوط الاول، بس كمان كان من احسن اللعيبه عم يتمركزوا وبيتحركوا بالشوط الاول. والمنتخب السوري كان ند لند بالشوط الاول. وبدنا نشيد دفاعنا اليوم المباراة كان دفاع كثير ممتاز، وخاصة من محمد عنز، لعب بشكل دفاعي كثير منيح، عمل بلوك قدام خط الدفاع وما خلى المنتخب القطري بالشوط الأول يشوط برات منطقة جزاء. كمان زكريا حنان يراقب أكرم عفيف النجم الأول للمنتخب القطري. زكريا حنان يعني صراحة كان من نجوم المباراة بالشوط الأول، راقب أكرم عفيف ومنعه من أخذ يعني من أخذ راحته باللعبة. وحتى كان أنطونيو يعقوب كمان سانده مساندة منيحة، وحرموا اكرم عفيف من صناعه فارق بالشوط الاول وصناعه فرص ومهارته العاليه. بس كمان عبد الرزاق محمد كان كظهير يسار كان ثغره على فكره، كان لاعب دفاعيا منيح هو، بس هجوميا كثير كان ميت اللاعب. ما قدر، تمريراته كلها كانت غلط. الحلاق عم بيلعب مكان جناح يسار ما قدر يعمل اي شيء، ما قدر عبد الرزاق محمد يسانده منيح ولا يمر له اي تمريره صحيحه للحلاق. لهيك الحلاق ما قدر يكون فعال مثل ما بنعرفه. وبلش الشوط الثاني بتبديل من خوسي لانا، بدل اللاعب، اخرج لاعب عبد الله الشامي وزج بخالد كردغلي. خالد كردغلي اخذ مركز الظهير اليسار، وعبد الرزاق محمد رجع لمركز قلب الدفاع. بس الشوط الثاني المنتخب السوري تراجع كثير لورا، مبين انه خوسي لانا كان بس بده نقطه التعادل من هالمباراه، بينما المنتخب القطري استمر باستئثاره على اللعبه والضغط الهجومي، كان كل طابع بيستلم عم بيحاول يهجم المنتخب القطري. واكرم عفيف عمل تبديل ذكي لمركزه، ترك الجهه اليسار اللي كان متضايق فيها مراقب بشده ونقل للجهه اليمين. وهون بلش تظهر خطورته للاعب اكرم عفيف، وصنع كثير فرص لقطر. في فرصه اخترق فيها من الجهه اليمين وراوغ المدافعين وراوغ حتى الحارس الياس هدايا ومررها للاعب عبد العزيز الحاتم. عبد العزيز الحاتم كان هو الجول، شاطه بس لكن شال المدافع المقاتل احمد فقا، هذا اللاعب المقاتل الجندي المجهول بالمنتخب، هذا ابرز مدافع عندنا حاليا بالبطوله. شال طابه جول حقيقي بجسمه. هذا اللاعب عنده حسن تمركز مو طبيعي. كلكم بتذكر مباراه جنوب السودان كمان شال طابه بنفس الطريقه من خط المرمى، يعني لولا كان هذا الجول هدف مؤكد. وكمان في فرصه وقع فيها زكريا حنان المهاجم القطري بمنطقه الجزاء، والحكم كان بيحسب ركله جزاء لمنتخب قطر، ولكن عند مراجعته الفار تبين انه ما فيها التلامس، يعني ما أنا ركله جزاء. فنفد المنتخب السوري من جول مؤكد. وهون بلش خوسيلانا يجري التبديلات، نزل سيمون امين محل محمد عنز مشان ياخذ شوي ديره حلويه بالوسط، ونزل محمد الصلخدي بدال انطونيو يعقوب، ونزل كمان محمود الاسود محل محمد حلاق. عملوا شوي حيويه بالمنتخب، بس كان المنتخب القطري هو شخصيته هو فارضه نفسه.
وضل يضغط المنتخب القطري لحتى اللاعب البرازيلي ادميلسون رفع من الجهه اليمين. اكمل البديل احمد علاء الدين اللي زج فيه لوبيتيجي بشوط ثاني، عملها راسيه رائعه من قدام احمد فقه، وكان جول اول لقطري وتقدم 1-0. وهون مدربنا الاسباني حس بخطوره الموقف، وحس انه لازم يلعب هجوم ويعدل النتيجه، ودخل المهاجم ياسين ساميه راس الحرب الصريح. ياسين ساميه مهاجم هذا الضخم ابو عضلات، كل ما ينزل بفضي عمر خريبين وبيريحه، فنزل عمل ضغط يعني قبل ما ينزل، وحتى لاعبي خط الوسط اخذوا راحتهم، وصارت فرصه خطيره لسيمون امين من عرضيه لخالد كردغلي. كمل سيمون امين تسديده قويه صدمت بالدفاع القطري وخرجت خارج ارض الملعب. واستمر هون الضغط السوري لحين محمود الاسود على الجهه اليمين عمل انطلاقه وتحاصر بلاعبين من قطر، لا يجي سيمون امين ويقدم له مساعده ويساعده ويمرر كره لزكريا حنان اللي عمل كره عرضيه بعد المدافعين القطريين لتوصل للاعب عمر خريبين متمركز تمركز ذكي جدا خارج منطقه الجزاء. كان اللاعبين كلهم بالجواب منطقه الجزاء عشقه بين القطريه والسوريه، وعمر خريبين اخذ مرحل خارج منطقه الجزاء، فاستلم الطابه وعمل مراوغه كثير حلوه وسدد تسديده صاروخيه قاتله سكنت شباك المرمى القطري. عمر خريبين هذا اللاعب كبير، والكبير بيضل كبير، وانت لاعب كبير يا عمر خريبين. وعمر خريبين جاب المباراه بعد ما كانت مباراه ميته كانت وربحانين قطر، جاب تعادل سوري من تم السبع مثل ما بيقولوا. والمنتخب القطري بعد جول خريبين ما استسلموا يا جماعه وضلوا هاجمين، وبديل القطري سدد كره صاروخيه من خارج منطقه الجزاء تصدى لها الحارس الياس هدايا بتصدي عالمي، يعني جد تصدي خيالي. هذا التصدي يؤكد انه الياس هدايا هو حارس عالمي بطول متر 96 سم وكسبته سوريا، وهي اللقطه الوحيده اللي خلت المدرب خوسيلانا يبتسم باللعبه. يعني هو المدرب خوسيلانا لا يبتسم وهو مدرب جدي، يعني ما بيعمل اي ردات فعل، فهي اللقطه الوحيده اللي خلته يبتسم. وخلصت المباراه بنتيجه التعادل، والمنتخب السوري تصدر مع المنتخب الفلسطيني باربع نقاط لهي المجموعه. واذا نحكي تقييم عن كل لاعب، نحكي عن الياس هدايا كان من نجوم المباراه وتمكن من تصدي عده كرات خطيره، حتى الجول اللي دخل عليه هو جول صعب ما بيتحمل اي مسؤوليه. اما اذا نحكي عن قلبين دفاع، فاحمد فقه كمان كان نجم من نجوم المباراه، وممكن هو نال التقييم الاعلى بهالمباراه. كان دفاعه كثير ممتاز، وحتى شال جول مع خط المرمى، وحتى الجول اللي دخل كمان محرفنه من المهاجم كمان ما بيتحمل مسؤوليته. انتقل المدافع الثاني عبد الله الشامي، بالوقت اللي لعبه بالشوط الاول كان منيح على فكره، وكان تغطيته كثير مميزه. اما الظهير الايمن زكريا حنان فكان جيد جدا كمان، ويعيب الامتداد الهجومي شوي، بس تحسن شوي عن مباراه تونس، كان احسن من مباراه تونس. اما ظهير يسار عبد الرزاق محمد فكان دفاعيا منيح، بس هجوميا ومسانده كثير فاشل، كان تمريراته كثير خاطئه كانت. حتى بس رجع للقلب الدفاع لعب الشوط الثاني، يعني ما كان في تفاهم كثير بينه وبين احمد فخر، فبس هو يعني بس هو لعب بدل عبد الله الشامي صار القطريه يهجموا اكثر بالشوط الثاني. بالشوط الاول كان دفاعنا احسن. واذا نحكي عن ارتكاز، المار ابراهام كان متوسط المستوى، ما كثير كان له مجهود غير دفاعي. يعني محمد عنز كان مميز اكثر منه، وكان قاطع كرات احسن، وحتى عمل كذا تمريره بينيه بالشوط الاول حلوين كانوا. كان محمد عنز مميز اكثر من المار ابراهام. واذا نحكي على الاجنحه، فانطونيو يعقوب كان كمان غير موفق، وكان بس دفاعيا بكرم عفيف كان ماشي حاله. وجناح اليسار الثاني محمد حلاق كمان ما ظهرت فاعليته بالمباراه، وكان يعني كان عبد الرزاق محمد ما عم يساعده. اما نحكي عن المهاجمين، محمود مواس كمان غير فعال كان كثير باللعبه، يعني كان حاول يضغط كثير شوي على الدفاعات القطريه وما كان هالفعال. عمر خريبين هو كان نجم المباراه هجوميا، هو صاحب الهدف، وهو كان لاعب الاخطار وعمل الوحيد اللي عمل فرص شوي لسوريا بالمباراه. اما البدلاء بس ينزلوا عملوا شوي حيويه وعملوا شوي يعني نشاط وحركوا شوي المنتخب السوري، خاصه تبديل ياسين ساميه هو حرر عمر خريبين وخلاه يطلق هيك تصديره صاروخيه. اما اذا نحكي عن المدربين ومواجهه المدربين الاسبان الكبار، فخوسيلانو انتصر بالمباراه. خوسيلانو صح فات تكتيك غريب واسماء غريبه، بس هو مبين انه هو المدرب عم يفكر بفوت باللاعب الفريش، اللاعب الجاهز بدنيا، وعم يفكر يلعب 23 لاعب بثلاث مباريات، لانه المنتخب السوري كمان لعيبته بالدوري السوري هلا ما مبلش، ما لعيبته مو جاهزين بدنيا، يعني ابدا لعيبه الدوري السوري ما جاهزين بدنيا. مدرب خوسيلانو عم يحاول يلعب لاعب اجهز بدنيا ويكسب اللاعبين كل مباراه يلعبوها بنفس اللياقه العاليه. فان شاء الله مع المنتخب الفلسطيني رح يفوت بالتشكيله الاقوى، رح يفوت بجاهزيه بدنيه عاليه جدا، وان شاء الله نطمح للفوز، مع انه التعادل بكفينا نتاهل نحن وفلسطين سوا. فخوزيلانا هو اللي انتصر تكتيكيا، مدرب يعني كان لوبيتيجي عمل تبديل واحد هجومي حلو كان بتنزيل اللاعب احمد علاء الدين وسجل هدف، لكنه قبل ما تخلص المباراه سحب نجوم الفريق، يعني سحب اكرم عفيف وسحب ادميلسون اللي كانوا اخطر لاعبين، وقت سحبون من هون عمر خريبين سجل من هون وقضى على الامال القطريه. فخوسيلانا هو اللي انتصر بهي المواجهه. واذا نحكي شوي اخبار عن البطوله، الياس هدايا كمان الحارس اللي التحق مؤخرا وتميز،
اخذ جائزه احسن لاعب، احسن حارس بالدوري النرويجي لكره القدم، حطوه بالتشكيله المثاليه لهالشهر. وهي مو اول مره يا جماعه، هي رابع مره بياخذ فيها جائزه احسن حارس بالدوري النرويجي وحطوه بالتشكيله المثاليه. كمان الهفات والاخبار الغريبه، انطونيو يعقوب مهاجم يلعب مع المنتخب السوري، هذا اللاعب ابوه فنلندي لكن امه سوريه. وهو صرح اللاعب انه ابوه طلق امه وهو عاش مع امه ومع جده وسته السوريين. فهو هيك رضي يمثل المنتخب السوري، ما تخيل حاله يمثل فنلندا او المنتخب اللي يمثله ابوه اللي طلق امه، لذلك مثل المنتخب السوري. وهالشي فرح جده وسته كثير بتمثيله للمنتخب السوري. يا جماعه اذا عجبكم الفيديو بتمنى تعملوا لي سبسكرايب للقناه ولايك، وان شاء الله رح نضل نغطي مباريات المنتخب السوري بهالبطوله، ورح نغطي كمان المباريات العالميه. بشوفكم فيديوهات جايه احلى واحلى. سلام.